كان يا مكان من أكتر من 1700 سنة، في سنة 275 ميلاديا اتولد طفل في مدينة سور بسوريا. الطفل ده اسمه تدرس. باباه كان وزير كبير، والناس كلها متوقعة إنه ابنه يعيش في عز وسلطة. وفعلا لما كبر بقى قائد في الجيش الروماني، وقاد معارك صعبة ضد الفرس، وكان شجاع ومهاب، علشان كده اتسمى بتدرس المشرقي تمييزا ليه عن قديس تاني اسمه تدرس الشطبي. وفي ليلة هادية والحرب لسه سخنة، تدرس شاف رؤية هزت قلبه. شاف سلم طويل جدا طالع للسما، وفي قمته شاف الرب يسوع المسيح، وحوالينه ملايكة نورهم مالي المكان. وتحت السلم كان فيه تنين ضخم، الشيطان. وسمع صوت الرب يقوله: دمك هيسفك علشاني، انت وزمايلك لونديوس السورياني وبنكاروس الفارسي. من اللحظة دي تدرس فهم ان الطريق خلاص اتحدد. حصل صلح مع الفرس ورجع تدرس الى انطاكيا، لكن الصدمة كانت مستنياه. الامبراطور دقلديانوس كان كفر بالايمان، وبقى بيجبر الكل يبخروا للاوثان. نادوا على تدرس وقالوا له: بخر وانت قائد وجنرال. لكن تدرس وقف ثابت بكل شجاعة وقال: انا مسيحي ومسجدش غير للسيد المسيح. وما اكتفاش بكده، لف وبص على كل الجنود وصاح بصوت عالي: اللي عايز الاستشهاد على اسم السيد المسيح يجي معايا. وفجأة الجيش كله يهتز: نحن معك وإلهك هو إلهنا. السما فرحت، لكن الإمبراطور اشتعل غضب. دقلديانوس أمر فورا يسمروه على شجرة ويشددوا العذاب. لكن الغريب، كل ما العذاب يزيد تدرس يقوى أكتر والرب يعزيه. وبعدين سلموه للوالي، حكمه وعذبه، وبعدها أمروا بنفيه. وفي النفي العذاب ما وقفش، لكن في كل مرة كان رئيس الملائكة ميخائيل يظهر له ويشجعه ويثبت قلبه. وأخيرا في أيام حكم ماكسيميانوس وجاليريوس صدر الحكم الأخير: يحرقوه حيا. النار أكلت الجسد، لكن الروح طلعت فرحانة لابسة أكليل الشهادة. وكان ده سنة 306 ميلاديا 22 للشهداء. وهكذا نال القديس تدرس المشرقي مجد السماء بعد ما احتمل عذاب الأرض. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم. آمين.